اللهم صبحنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا ويسر لنا دروبنا ونور بنورك يومنا. صباح الخير على حبايب قلبي، وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات للفيديو ده. النهارده جايلكم روتين جامد جدا جدا. هنشارك مع بعض روتين يوم الجمعة. يعني متهيألي اخر فلوج نزلتهولكوا كان برضو روتين يوم الجمعة، بس حبيت اشارك معاكم اليوم دوت. طبعا يوم الجمعة زي ما احنا قلنا قبل كده فطار بلدي كده متين، يعني بيبقى بقية الأسبوع عبارة عن سندوتشات جبنة وحاجات كده بسيطة، بس يوم الجمعة بالنسبة لنا يعني فطار متين. عملت كده فول ببيض وجبنة طعمية جاهزة، وقليت بطاطس في الاير فراير، وكمان طلعت بقى جبنة وجبنة رومي، وغسلنا الجرجير كده. يعني مش عايزة اقول لكم فطار متين كده. وكمان طلعنا مربى وقشطة. عايزه اقول لكم ان القشطه دي طعمها حلو قوي، هي طبعا مش صحيه قوي ان هي طبعا صناعيه، بس طعمها حلو. يعني يعني لو شفتوها جربوها هتعجبكم. هي علبه صغيره، هي دوب على قد الاكل اصلا يعني. ودي كده طقوس يوم الجمعة. قولولي انتوا بتعملوا ايه يوم الجمعة بقى، يوم الاجازة، يوم كده بنشد فيه نفسنا. بحاول ان انا مخليش فيه مذاكرة خالص، بحاول ان انا يعني مبقاش فيه ضغط قوي، يعني اخلي المذاكرة تبقى يوم السبت، ان احنا كده كده اوريدي بيبقى عندنا يوم السبت اجازة، فبنخلي المذاكرة يوم السبت. قولولي بقى انتوا بتعملوا ايه يوم الجمعة، عرفوني كده. ايه رأيكم في الفطار المتين اللي يفتح النفس ده؟ بصراحة تحفة يعني. وبعد الفطار المتين لازم كوباية كده شاي بنعناع، نعناع نظبط مزاجنا. طبعا يوم الجمعة لازم نهتم بالفطار عشان احنا بنبقى كلنا متجمعين، يعني ان بتبقى في الايام العادية يعني زوجي بيبقى في الشغل واولادي في المدرسة واللي في الحضانة، فيوم الجمعة اللي بهتم بيه بالفطار ان احنا كلنا بنبقى متجمعين فيه يعني. وبعد الفطار بقى على طول شغلت البخور، قلت ابخر الشقة كلها. يعني بساعة صلاة الجمعة بحب اشغل البخور بالذات ساعة صلاة الجمعة كده، وهي شغالة على التلفزيون، زوجي ينزل الصلاة واروح مشغلة البخور بقى. يعني عايزة اقول لكم بيبقى حاجة كده جميلة. بعد ما شغلت بقى البخور في الشقة كلها ومشيت بيها في الشقة كلها كده، بعد كده بقى كانت جايبة حاجات انا وزوجي بالليل، نزلنا كده بحب يعني نجيب حاجات بتاعتنا يوم الخميس. فكنت جايبة جبن وفي حاجات بقى انا حاطاها في التلاجة قبلها بيوم، فما عرفتش اطلعها. فاللي بقى اللي كان موجود قدامي بره لما دخلت المطبخ كان الجبن اللي هي دومت دي، عشان هي طبعا بتحط في التلاجة. وكمان الدقيق ده نوعه شكل الكيس كده عجبني، وشكرولي فيه يعني. وجبت بقى مكرونه، بحب اجيب المكرونه ديت نوعها حلو قوي بصراحه، ما بتعجنش ولا اي حاجه، جربتها قبل كده، وكمان السوبر ماركت ده بيعمل عليها عرض فحلوه قوي. جيت هنا بقى عبيت طبعا في العلب بتاعتي، مبحبش اسيب في الاكياس، عبيت على طول في العلب. وعايزه اقول لكم ان المكرونه الفرط على فكره بتبقى نوعها حلو، بس المهم انك تختاري النوع كويس او المكان الكويس اللي انت تجيبي منه. مش شرط ان احنا نجيب الملكة، ساعات الملكة بتعجن جدا عادي يعني، فانت اختاري بس المكان الكويس. وهنا فتحت بقى الدقيق وعبيته زي ما انتوا شايفين كده، عبينا كل حاجة. طبعا مين زي كده بيحب يجيب حاجته بالاسبوع؟ انا بصراحة بجيب حاجة الاسبوع، يعني يوم الخميس ويوم بقى السبت انزل بقى اروح السوق كده اجيب كل حاجة. ازيك يا سيليا؟ قولي لهم السلام عليكم. قولي ما تتكسفيش، قولي لي السلام عليكم. هي كده يسمعوكي؟ يلا. لا اسمع سويته شطورة. وهنا بقى كانت سيلي عايزة تسلم عليكم، خليتها تسلم عليكم كده. وهنا بقى دخلت على المطبخ على طول، عملنا الغدا. اول حاجة دخلت علقت على اللحمة، عملتها كده، عملتها شوربة الاول، فعلقت عليها طبعا حطيت لها بصلايه طماطمايه حبهان ورق لورا، وعلقت عليها على طول. وهنا بقى كانت خلاص خدت نص سوا كده، فقسمناها على اتنين، خلينا جزء في الشوربه وجزء في الطبيخ. اول حاجه بقى شوحت بصلايه زي ما انتوا شايفين كده، دي طريقتي يعني في البسله.
وبمعلقة سمنة فلاحي وحتة دهنة كده اللي بتيجي مع اللحمة بتبقى جميلة قوي، وجبنا بقى بسلة لحد ما اصفرت وبعد كده حاطة اللحمة. بعد كده رحت ضايفة بقى اللحمة كده خدت تشويحة البصل، فرحت ضايفة بقى البسلة، جبت بسلة من بسمة، جبت كيسين كده، ده كان يدوب يعني شايفة ان هو يكفونا. كان الكيس عامل 25 جنيه، بصراحة كان حلو قوي. يعني انا بقالي فترة كبيرة ما جربتش منتجات بسمة او الحاجات المجمدة من بره، فرجعت اجيب منها تاني يعني. وكان عندي طماطم بقى متفرزة طلعتها برضو بعد ما البسلة خدت تشويحة فترة طويلة، يعني مع يجي ربع ساعة كده اتشوحت حلو. بعد كده ضفت الصلصة وزودتها بحبة مية سخنة وملح وفلفل أسمر و7 بهارات كده، بتبقى جميلة أوي. ده كان شكل الغدا النهاردة، يا رب يكون عجبكم. بعد كده بقى كان عندي دور غسيل كده علقت عليه. كان دور غوامق، باحب اديله نقعة كده الأول في دور الأول، وبعد كده بعديها ييجي نص ساعة كده أروح مشغلة على الدورة بقى كاملة. بعد كده بعد الغدا بقى دخلت على طول أغسل المواعين عشان ما اسيبش أكل يعني أو حاجة في الحوض، لأن أنا بارتاح كده نفسيًا لما يبقى يعني أقوم الصبح كده تاني يوم ألاقي المطبخ نضيف كده، باحس إن الشقة كلها نضيفة. مين زيي يلاقي أول ما يلاقي المطبخ نضيف يحس إن الشقة كلها نضيفة. فغسلت المواعين وكمان دخلت على البوتاجاز، قلت كده عقبال المواعين ما تتصفى عشان ارصها اكون خلصت البوتاجاز اصلا كان مطرح الاكل بس انتوا عارفين بقى الطبيخ ممكن يطرطش والحاجات دي، فانا برضو اديته لمعة كده بسيطة عشان يبقى حلو. بصوا شايفين مطرح الغدا بس، يعني الحمد لله معلوش يعني دهون متراكمة ولا اي حاجة. انا اديته بس خدت حتى حبة بريل محطتش عليه حتى مزيل دهون ولا اي حاجة، ان هو ما كانش محتاج اصلا. باحب الليفة دي أوي، بيبقى فيها سلك بصراحة، فكمان بتساعدني أكتر يعني. وهنا جبت بقى بعد ما غسلت جبت الفوطة الميكروفايبر بتاعتي، قعدت أشيل بيها، حسيتها إنها شالت الصابون كتير ومعرفتش أنشف بيها أوي بعديها، فرحت جايبة الفوطة اللي هي بتاعة التنشيف دلوقتي أنا بستخدمها في العادي، يعني معدتش إن أنا جبت صفاية، كنت الأول بصفي عليها المواعين وكده، فدلوقتي ما جبت الصفاية فمبقتش باحتاجها، فاستخدمتها كفوطة دلوقتي يعني. فأنا عايزة اشتري فوط للمطبخ بإذن الله. فكروني قولي يا مي انزلي اشتري فوط للمطبخ أول ما تنزلي. هنا بقى بدأت أنشف زي ما انتوا شايفين اهو، اديها اللمعة النهائية. بعد ما لمعت كده البوتاجاز بدأت ان انا احط حاجته بقى تاني، وقلت اعمل كوباية ايس كوفي كده تظبط دماغي شوية. مش عارفة مع اني كنت بطلت الايس كوفي بقالي فترة وبدأت اعمل نسكافيه تاني، بس رجعت له تاني، يعني حسيت ان انا حنيت له كده. ولسه الجو كده يعني ما حسيتش لسه يوميها كان الجو كان كويس، ما كانش فيه لسع برد، فقلت ليه لا اعمل كوباية ايس كوفي اللي هي تظبط دماغي كده. وده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم متنسوش تعملوا لايك واشتراك.